جربنا اغرب واذكى منتجات امازون وده الجزء ال 45، وبرضه هنقول لكم كل منتج تمام ولا اي كلام. معانا المره دي قطاعه التورته والمساحه الذكيه، الغطا الضاغط، ومنتجات تانية هتشوفوها دلوقتي. بدأنا أول حاجة باختراع بسيط بس ذكي قوي. قطاعة التورتة دي سعرها 120 جنيه. المنتج ده معمول عشان تقطع مثلث كامل من التورتة وتشيله بسهولة ويطلع معاك مظبوط، أو لو عايز تقطع التورتة كلها مثلثات بنفس الحجم ممكن طبعا تتحكم في حجم المثلث. لو بس ضغطت على الإيد دي شوية المثلث هيصغر معاك. في كمان الإيد اللي شايفينها دي بتدوس عليها بتساعدك تشيل القطعة من غير ما تبهدلها. المهم جبنا التورتة بدأنا نقطع والموضوع سهل ومبهر جدا. استخدمنا الإيد دي كمان عشان نشيل بيها. انتوا شايفين طالعة نظيفة كده وزي الفل. المنتج حلو جدا للناس اللي بتخاف تشوه التورته. سعره غالي شويتين بس في نفس الوقت جودته كويسه وهيعيش معاك كتير. عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه تمام. المنتج اللي بعد كده مساحه ذكيه قوي، سعرها 150 جنيه، والمفروض انك تقدر تنظف بيها اي نوع من القصب سواء ازاز او تراب على الارض. التويست المختلف فيها انك تقدر تسحب الايد دي لورا فتعصرها من اي بواقي ميه وصابون. بدانا نجرب على طول، حطينا المساحه في الميه والصابون، عصرناها من الميه الزياده وبدانا ننظف الرف الازاز. وزي ما انتم شايفين كده الموضوع سهل وعملي جدا. وبعد ما تخلص تسحب بس الايد اللي فوق دي تعصرها مره كمان، والاهم من كل ده ممكن تفك الجزء المطاطي اللي تحت وتغسله بالميه، وبعد كده تستخدمه مره و22. المنتج حلو جودته كويسه استخدامه مريح فدخلناه قائمه تمام. المنتج اللي جاي ده مفاجأة الحلقة، عبارة عن غطا بيحول لك أي حلة عادية لحلة ضغط اللي هي بتسوي الأكل بسرعة دي وبتكتم البخار. سعره 120 جنيه، كله سيليكون ومناسب لكل أنواع الحلل لحد مقاس 26. وعشان نحكم عليه كويس ما كانش فيه اختبار أحسن من اللحمة بحيث نشوف برده هيدينا تأثير حلة الضغط فعلا ولا إيه. جبنا حلة عادية خالص، حطينا الزيت، مكعبات اللحمة، بعدين البهارات والبصل والمية المغلية، وغطيناها بالمنتج اللي هو الغطا بتاعنا، وقعدنا نحسب بقى الوقت واللحمة هتستوي في قد إيه. بعد أول ربع ساعة مفيش نتيجة خالص فسيبناها كمان 10 دقايق، وساعتها بدأت تستوي بس برده كانت بتشد فزودنا كمان 10 دقايق. بس زي ما انتم شايفين كده الغطا ما كانش محكم خالص وبتسرب بخار من كل حته، والمفروض يعني ان البخار كله بيتكتم وبيسرب من حته واحده. المهم طلعنا اللحمه ودي كانت درجه التسويه مش شبه حله الضغط خالص، لانك لو سبت اللحمه 35 دقيقه في حله الضغط هتطلع دايبه. يعني باختصار كده المنتج ما عملش فرق كبير، والتسويه دي كنا هنوصل لها باي حله واي غطا عادي. عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه اي كلام. دخلنا بعد كده على طباخه الميكرويف. المفروض انك بتحط لها ميه وهي بتسوي لك اي اكل على البخار في اقل من ربع ساعه، لحمه بقى، خضار، فراخ، كل حاجه. فلو ظبطت هتبقى عبقريه فعلا. سعرها 259 جنيه، ولما فتحناها لقينا الغطا بتاعها فيه فتحه كده بتخرج البخار. فبدانا نجرب على طول، حطينا الميه بعدين الشبكه الحمراء دي وعليها الفراخ والخضار اللي هنسويهم، قفلنا العلبه دخلناها الميكرويف لمده 10 دقائق، ولما خرجناهم ده كان شكل الطبق. بيستوي كويس جدا، بس بصراحه احنا ما كناش قلقانين من التسويه، عارفين يعني انه هيستوي، بس كنا قلقانين من حاجه تانية خالص. هل التسويه في الميكروويف دي هتنشف الاكل ولا لا؟ والنتيجه زي ما انتم شايفين كده الاكل كان طري وجوسي جدا وما تحسش خالص انه مستوي في ميكروويف. المنتج حلو وعملي ومفيد لو حد ملوش في الطبخ قوي وعايز ينجز اكله بسرعه، او الناس اللي هي بتحب الاكل الصحي. مفيش احسن من التسويه على البخار. عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه تمام. دخلنا بعد كده على علبه مخصوصه لحفظ البطيخ. ايوه بطيخ برضه ليه احترامه مش اي حاجه. الفكره من المنتج ده لما بتفتح بطيخه عاده ما بتاكلهاش كلها، البواقي بقى اللي بتسيبها في الثلاجه دي ممكن تقطعها شرايح وتخزنها في العلبه بحيث يعني تفضل فريش مده طويله لحد ما تيجي تاكلها. طبعا الكلام النظري دايما سهل، فتعالوا بقى نشوف هتاخد كميه قد ايه، ده المهم. وزي ما انتم شايفين كده يا دوب خدت ربع بطيخه، بس المشكله كمان ما عرفناش نقفل الغطا، فقلنا نديها فرصه كمان نقطع شرايح البطيخ دي اصغر شويه، نحاول كده نظبط الرصه. ودي كانت النتيجه، شكلها لطيف وعامه يعني لو قطعت البطيخ زينا هتاخده على الاكل على طول. الحقيقه ان المنتج ده بالنسبه لنا حلو ومش حلو. حلو لانه شيك جودته كويسه، بس في نفس الوقت مش عملي لسببين. اولا يا دوب بياخد ربع بطيخه بالعافيه كمان، وثانيا سعره غالي ب 160 جنيه، وانت عندك طرق كتير قوي ورخيصه قوي تحافظ بيها على البطيخ، لفها ببلاستيك راب مثلا. فبالنسبه لنا المنتج ده مش هندخله ولا قايمه من الاثنين. اللي انتوا شايفينه ده برطمان بيفرغ الهواء، سعره 165 جنيه وحجمه حوالي لتر. فكرته ببساطه انك اول ما تقفله وتحرك الحته الحمراء دي البرطمان بيفرغ الهواء وبيبقى محكم جدا، وده طبعا بيخلي الاكل اللي جواه فريش اكتر وبيطول عمره. ممكن بقى تستخدمه في حفظ الحبوب، بقوليات، مكرونه، زي ما انت عايز. عندك كمان حاجات زي الكوكيز والبسكوت عموما مهم تتخزن في حاجه محكمه عشان ما تطراش. المنتج فكرته حلوه وعملي جدا لكل بيت، بس مشكلته الوحيده في سعره الغالي. بس موضوع السعر ده قرار شخصي كل واحد ورايه، المهم بالنسبه لنا انه شغال فدخلناه قائمه تمام.
دخلنا بعد كده على عصاره برتقال بضغطه واحده، سعرها 165 جنيه، خامتها بلاستيك مش قد كده. الفكره انها بتسهل عليك عصر البرتقال والليمون بضغطه واحده بس على الايد دي، بينزل العصير في الدور. هتلاقي معاها قطعتين بيركبوا هنا، الصغيره لليمون والكبيره للبرتقال. بدانا نجرب الاول في الليمون، يا دوب ضغطه واحده اتعصرت كويس، حتى القشره باينه اهي فاضيه خالص ونزلت كل اللي فيها. المهم ان العظمه دي شجعتنا نجرب في البرتقال كمان. ركبنا القطعه، حطينا البرتقانه وبس. بعد تقريبا 4 محاولات ويمكن اكتر كمان، دي كانت النتيجه. ما اتعصرتش كويس وخيبت املنا. المنتج حلو وعملي لو هتستخدمه مع الليمون بس، وبما انه فشل في نص الوظيفه بتاعته ما دخلناهوش ولا قايمه من الاثنين. المنتج اللي بعد كده هو مروحة اللابتوب، سعرها 383 جنيه ومناسبة لأحجام اللابات لحد 15.5 بوصة. وزنها خفيف، دي حاجة كويسة، وفي نفس الوقت متينة جدا. فيها 4 مراوح، 2 كبار و2 صغيرين، وبتشتغل باليو اس بي، وفيها 6 درجات للهواء ممكن تتحكم فيهم من الزراير اللي قدامك دي. واخر واحد خالص هو زرار الباور. اما بقى الحتة دي بترفعها تسند عليها اللابتوب، متبطنة كمان كويس، في امان مش هتجرحه. في ميزة كمان مهمة، تقدر تتحكم في درجات ارتفاع اللابتوب لاكتر من 4 درجات. المهم وصلناها، دوسنا على زرار الباور وبدأنا نزود الهواء بالتدريج، والست درجات اللي فيها هواهم بصراحه مناسب جدا لتبريد اللابتوب. المنتج عملي جدا، متين، هينفع لو بتلعب جيمز او بتشتغل كتير، بالذات في حر الصيف اللي احنا فيه ده هتحتاج حاجه تبرده. عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه تمام. المنتج اللي بعد كده لو ظبط هيبقى عبقري فعلا. صفايه المكرونه دي سعرها 60 جنيه وعلى شكل ورقه شجر، والمفروض انك بتركبها على طرف الحله بحيث تصفي الميه وتسيب المكرونه زي ما هي، يعني بدل ما تنقل المكرونه نفسها في صفايه ثانيه. المهم سلقنا المكرونه، جينا نركب الصفايه بس رفضت تماما. حاولنا معاها اكتر من مره بس المقاس نفسه مش مظبوط، محتاجه حله ارفع شويه. فجربناها على نوعين حلل تانيين وبرده مفيش نتيجه، بتفك لوحدها اول ما تميل الحله. فمن الاخر كده المنتج مش عملي خالص وعايز له حل تفصيل، فطبعا دخلناه قائمه اي كلام. المنتج اللي بعد كده كومبو حاجات مفيده مع بعض، مجموعه ادوات كده بتشيل بيها اي حاجه سخنه. عندك جوانتي للحلل، في كمان شياله اطباق ومشبك للبولات الصغيره، والحاجات دي كلها سعرها على بعض ب 165 جنيه. فتعالوا بقى كده نفصصهم بالراحه. اول مشكله جوده البلاستيك سيئه جدا. المشكله الثانيه ان المفصلات ضعيفه وممكن تفك من تاني استخدام. المهم بدانا بالشياله، بصراحه كده فكرتها مش عمليه، يعني لما تشيل بيها بوله غالبا هيبقى فيها شوربه او اي حاجه سايله، الموضوع ده مش امان خالص. اما بقى المشبك فاصلا ما بيثبتش على الاطباق المسطحه، عايز له طبق يبقى ارفع شويه. بس مع البولات شغال بصراحه مش وحش، حتى برضو لما جربناه مع طبق ثالث خالص شغال مش وحش، بس لازم ماسكه معينه تبقى ماسك كويس قوي وبقوه، ويبقى المنتج كمان مقلوب، والموضوع ده بصراحه مش مريح خالص. ده غير كمان ان الطبق لو هيبقى مليان الموضوع هيبقى اصعب بكتير. اما بقى الجزء الثالث الجوانتي اللي شايفينه ده، جربنا نشيل الحله وهي بتغلي وفي اقل من دقيقه الحراره وصلت لايدينا. المنتج مش عملي خالص، مفيش منه اي فايده، ده غير ان جودته سيئه، عشان كده دخلناه قائمه اي كلام. دخلنا بعد كده على لمبه بتصطاد الناموس والدبان، سعرها 120 جنيه. المفروض انك لما بتوصلها بالكهرباء بتعمل نور ازرق كده بيجذب الدبان والناموس ويصطادهم. حجمها صغير قوي، الجوده برده مش قد كده، فالموضوع بصراحه مش مباشر خالص. المهم اديناها فرصه، وصلناها بالكهرباء ودي كانت درجه النور، حسيناها ضعيفه قوي ولا هتاثر مع الناموس ولا اي حاجه، فقلنا نكمل للاخر. سيبناها شغاله حبه حلوين، ومن ساعتها ما سمعناش ولا صوت ناموسه ولا شفنا دبانه ولا اي حاجه. يعني لو كنا اصطادناهم بايدينا كان هيبقى اسهل بكتير. فطبعا المنتج ده نور قائمه اي كلام. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا في التعليقات عايزين نجرب منتجات ايه تاني الحلقات الجايه.